عيد خضر الياس الخضر عليه السلام. الأستاذ العلمدار حسن سلو الحراقي، وهو عيد من أعياد الإيزيديين الطيبين المسالمين، أبناء الديانة الأيزيدية الأصلاء النجباء الكرماء، حيث توارثوه عن آبائهم وأجدادهم منذ قديم الزمان، قبل آلاف السنين في الدهور الغابرة، فيتناقله الأحفاد عن الأجداد. وهذا العيد هو عيد ديني سرمدي مقدس يرتقي إلى مصاف الأنبياء والأولياء، ويعلو ويزهو إلى درجة الملائكة. فخضر الياس ملاكان توأمان متلازمان مع بعضهما أينما وجدوا وأينما حلوا، سواء في السماوات العالية أو على الأرض الهادئة. فعيد خضر الياس هذا يجسدونه الإيزيديون ويحتفلون به في كل عام في مثل هذا الوقت وهذا الزمان، الذي يصادف أول خميس من شباط شرقي من كل عام، ويسبقه صوم خضر الياس 3 أيام متتالية من الصيام، أولهم هو يوم الاثنين، ثم الثلاثاء والأربعاء، واليوم الرابع هو الخميس، يكون عيد خضر الياس عليهم السلام. إن العوائل والأسر الإيزيدية يتهيئون للمشاركة في هذا العيد المجيد، حيث تقوم النساء الأيزيديات بتهيئة وحضور مادة القمح الحنطة، فتنظفها من الشوائب والمواد العالقة أثناء عملية الزراعة، مثل نبات الزيوان والجيجكي والخر أي الخرخروك والقعقوس والشوك. ثم يغسلون الحنطة ويجففونها لكي تصبح جاهزة للقلي، فيأتون بالصاج ويضعونه فوق النار، ويضعون الحنطة في داخل الصاج ويقلون الحنطة وتصبح بريشكات حسب لهجتنا نحن الإيزيديين في بعشيقة وبحزان، ولكن يسموها الإيزيديون في المناطق الأخرى
مثل إيزيدية الشيخان وسنجار وزوزان، وبلاد الشام وطن إيزيد عليه السلام قلاتك، وكذلك للحمص والباقلاء والشعير المقلي، لكننا نحن نقول لهم برشكات خدر الياس لكي يأكلوها ويكرزوها بهذه المناسبة السعيدة كرمز ديني لهذا العيد، عيد خدر الياس. ومن بعدها تأخذ النساء الأيزيديات هذه الحنطة المقلية قلاتك أو برشكات إلى الطاحونة الرحى الغاحاي لطحنها وتحويلها إلى طحين أو دقيق مقلي فنسميه سويق، بينما يسموه الإيزيديون في الشيخانات بيخون، أي بيخون عدم إراقة الدم. فيقلون 7 أصناف من الغذاء: الحنطة والشعير والحمص والباقلاء وحب الشمس وحب البطيخ وحب القرع، فيجلبوه للبيت ويوضع في صحن أو صينية واسعة، ويضعونه في داخل غرفة خاصة في مكان عال مرتفع عن أرض الغرفة، ويتركون باب تلك الغرفة مفتوح في تلك الليلة، ليلة الخميس عيد خدر الياس، لكي يأتي الخضر عليه السلام خدر الياس راكب الحصان ومعه طاجيكاته، طاجيكات الصيد السلوكي، فيزورون هذا البيت ويتركون أثرا واضحا على سطح هذا الدقيق المقلي قلاتك أو السويق، فتكون تلك العائلة محظوظة وسعيدة. وفي صباح العيد يوم الخميس يأتون النساء الأيزيديات بالسويق بيخون ويضعونه في إناء نظيف ويصبون فوقه الحلو أو الدبس عسل التمر، ويعجنوه ويشكلون منه كرات صغيرة تحتوي بعضها على مادة السمسم والهيل، ونسميها حلاوة خدر الياس لكي نأكلها، فتكون حلاوي مقدسة يجعلوها العوائل والأسر قربانا إلى موتاهم وخاسينهم وأوليائهم مع البريشكات إلى فوق القبور. وقد وردت كلمة بيخون في هذا العيد وتعني بيخون دون إراقة الدم، فلا يجوز ذبح صربر في هذا العيد سواء كان من الطيور أو من المواشي الحيوانات الأليفة، ولا يجوز ذبح الخرفان والطليان والمواشي والدجاج، ولا يحق لأي كائن ما كان أن يريق الدم إلا إلى صاحب العيد وهو خدر الياس الخضر عليه السلام، فيركب حصانه حصان خدر الياس فرس النبي، ويخرج صباح العيد للصيد، ومعه كلاب الصيد طاجيكاته
السلوقي، فيخوض البحار والمحيطات والأنهار، ويجوب الأراضي القفار والجبال والرواسي والأشجار، ويخترق الصحاري والقارات والسماوات، وهو حاضر في كل مكان وفي كل زمان. وخضر الياس صاحب الحياة الخالدة الأبدية مشتق من معناه الخضر عليه السلام، كشجرة الكاش المقدسة التي ولد منها مصر خالدة وأبدية ودائمة الخضرة، تعرف بالشجرة المقدسة للشمس حسب ما ورد في أساطير المصريين. وكانوا يحاولون دوما أن تكون معابدهم قريبة من غابات أشجار الكاش، كما كان المصريون ينظرون إلى شجرة الزيتون بنفس القدسية، كونها دائمة الخضرة أولا، ويستخلص من ثمارها زيت الزيتون المقدس الذي يستعملونه في إيقاد سراج الخاسين والصالحين والتقلتو، كما في جليلالش النوراني يعلقون السراج إلى 366 نبي مرسل وخاشو قلندر، حسب ما جاء في النصوص الدينية للديانة الأيزيدية في قول باشي من هزار وإكناف. سيستو ششتو ششت بيت مرسلن حمو بيكا سيت خملن حموش حكومتها سلطاني زيدت خرجلن. أما شجرة الكاش الخالدة الدائمة الخضرة المقدسة فنسميها شجرة الزرقوس، التي تستعمل أوراقها في تعميد وتلوين الخرقة عليها السلام. إن الخرقة عليها السلام تنسج من صوف الغنم البكر الذي نسميه برديري، ويقصون صوفها ويندفوه بعدما يغسلوه، وتغزله بنت باكر ويعطوه للحايك صاحب الجومي لينسجه. ولا يجوز أن يدخن السجاير أثناء نسج الخرقة عليها السلام، ثم يعطوها إلى الفقراء لكي تفصلها عوضا عن هندريس خياط وتخيطها، ثم يغلوها في الدست فوق النار مع أوراق شجرة الكاش أي شجرة الزرقوس المقدسة لكي تتلون باللون الأسود. وبعدما تجف يأخذوها إلى عين البيضاء لتعميدها بالماء المقدس موركرن، ويقال عليها قول الخرقة. وقد ورد في النصوص الدينية للديانة الأيزيدية في القول سيتشتت قيمتيا ميشو زرقوزو ميا فيني هرسي كشكان يسبيا. وقد ورد ذكر الخرقة إنها خرجت من الدرة في قول الشيخ أبو بكر القاطاني
پاشێ من درشت خۆ چێکرد سەوڕان دووبەر پێکرد سەیری سەیران لێ کرد پاشێ من درشت خۆ باڤارە دوور قەندیلە کەمالدارە قەندیل و نور ستارە درشت کەلیما پاشەیە خەرقا دەرکەفتی جێیە دائیم مێرە سەڵاڤە لێیە ئەژدورێ دەرکەفت بوو خەرقا پێی زەینەند بوو شام هاتە شەرقا شیخادی دەنگش شێخ و بەکر کرد گۆهل و خەرقە البەرکە پاشێ من ئەو نەفەس قەبلاند هەندریسی خەیاط خەرقەت فەسڵاند فەقیرە الپێ نەقلاند الپێ نەقلاند بوو فەقیرە هەنجی ترکرد خرابە فێنیا ویرە دێ خەلات کەن مفتە و کلیلە كما ورد ذكر الخرق هي من الدرة في قول إيمان بچي نشانة سلطانشي خادي بخو إيمانا چي بحركي هوي قرانا فوازا بحر درج إينانا فوازا جي نابو درا وكسك البرباش خب هفصرا دشوي بحر دليل درا درشوي بحر دراني سلطان شيخ هادي عليه السلام سركفا خوداني جيتي كرتان جوحل وخرقا نوراني وبرب سرخورا داني شوي خوارا البرسكني هرشار يارا خوزي مبدا معنا خرقا سلطان شيخ هادي هبتن بارا وعيد خدر الياس هو عيد الأمنيات وتحقيق الأماني للشباب والشابات حيث يعطشون أنفسهم ليلة العيد لكي يتمنون أن يشربوا الماء في أحد البيوت والدور أو في العيون أو الأماكن الأخرى لتحقيق مرازهم في الزواج السعيد. وفي صباح العيد تقوم المرأة الأيزيدية ربة البيت بقلي كمية من الدان المهشل في الصاج على النار وتطبخه لغداء الظهر في يوم العيد غدوية العيد. وبعد الغداء تضع المرأة قدرا من هذا الغذاء الذي يسمونه اليزيديون في الشيخانات شرخوس في إناء ويأخذه الرجل إلى الحقل ليلقيه بين الزرع لتحل عليه البركة والخير والعطاء والتجديد. وخدر الياس ملاكان حاضران دوما في ديوان سلطان يزيد عليه السلام، وقد وصفه أحد الصالحين حينما وجد روحه في ديوان يزيد عليه السلام في قول عمرك داماما برما ديوانا باشي من ريناس البردچن هفتي هزار قلندريت خاس نورش كسكو صور سبيرش لباس دو چاوش القدم قهارا وسطان ايكد بشتي خدر ايكد بشتي الياس اش محبتي خوبت جيرن كاس
كاسش قدرتي درش دركي الماس ساقي سلطاني زيدا دولجي باشي من ملكي ريناس ملويدر ديتي خوشي شاهي دفو شباب أغلر طنبور مغني شاس أوين روجي سلطاني زيت حاصل بكت شقاس مراس تخواس. ويوجد مزار خضر الياس إلى الجنوب الغربي من قرية باعذرة على طريق دهوك الشيخان، كما يوجد له مزار في منطقة تل أحفر، ومزار ثالث في منطقة بيت خديدة قرقوش إلى الغرب من نهر الزاب الكبير الذي تقع عليه ناحية القوير وقرية كنهش في برية خدر الياس. وكان هذا المزار لخدر الياس يشرف عليه خدماته الإيزيديون، لكنه حلت عليهم ظروف صعبة أجبرتهم على ترك مزار خدر الياس، فاستلموه المسيحيون الآن الذين يقدمون له خدمات جليلة. ونحن نردد هذه المقولة دائما: خدر الياس وصال خلاص، بمعنى عندما يحل علينا خدر الياس فمعناه انتهت السنة الحالية المنصرمة وستحل علينا سنة جديدة. ولهذا نرى إن عدة شهر شباط هي 28 يوم وربع، لأنه الشهر الأخير من السنة، وكل 4 سنوات تجمع 4 أرباع فتكون يوم كامل، ليكون شباط 29 يوم، يسموها سنة كبيسة. ويكون أول شهر من العام الجديد هو شهر آذار، الذي يبدأ في يوم 1 آذار شرقي 14 آذار غربي، يوم الدينات، لمدة 3 أيام متتالية سلخان الجيسك. وفي الأسبوع الثاني نحتفل بعيد نوروز، العيد القومي للشعب الكردي، في 21 آذار غربي، حيث تشرق علينا شمس جديدة على ربوع كردستان والشعب الإيزيدي. وفي الأسبوع الرابع 31 آذار غربي 18 آذار شرقي نحتفل بعيد الملكزن، ملك الزين، عيد الملكزنات، حيث ينزل رئيس الملائكة من السماء إلى الأرض باسم ملك شيخ سن عليه السلام، ويسجل الأرزاق إلى جميع الكائنات على الأرض، ثم يصعد إلى السماء. وفي الأسبوع الخامس ينزل رئيس الملائكة مرة ثانية إلى الأرض باسم شمس الزنا عليه السلام، ويوزع الأرزاق على أصحابها، ويصعد إلى السماء إلى يمين الكرسي هو ديوانه، حسب ما جاء في قصيدته غائب كني: وأنا يمين الكرسي ديواني،
والصدق والسعود والمنبر والمعاني. وباسمي دعا عيسى المسيح وهو كان ميتا. وسقيت لموسى برزاتي، وسقيت الخندق والرفاعي، وعدي وأبو البركات، وسقيت إيزيد وأبا إيزيد، وهو سقاني في يدي الحمية في المقام الجليل العظمات. وبقيت في حب كل الكائنات، ونظرت العرش والفرش وكلها كانت درجاتي، والمدح سنا ليك يا رب العالمين. وهذا النص الديني يؤكد عيد الملكزن ملك الزين الملكزنات. اجدأ داري ملكزن هات اخواري الهيراطة شاشن جاري، هات بستشاري دنكر البهاري، خملي سري داري وكملي بني داري. أما في الأسبوع السادس فنحتفل بعيد سري صالح أول أربعاء من نيسان شرقي، عيد رأس السنة الأيزيدية، رأس السنة البابلية، عيد ميلاد الخليقة. وكان أول الخلق هو رئيس الملائكة ملك شخصن عليه السلام، فأحبه الله وقربه وأكرمه ولقبه طاووس ملك عليه السلام، ويعني النور الوهاج الذي خلقت منه الملائكة، فخلق منه الملائكة الستة، فأصبحوا 7 ملائكة في حضرة خالقهم العظيم الله جل جلاله. وخلق لهم درة فأصبحت لهم تختا، ومن ثم عرشا جثموا عليها دهورا ودهور، إلى أن تلونت بألوان الملائكة السبحة التي اتحدت وكونت اللون الأبيض غير النقي، وأصبحت درة بيضاء، لكنها لم تصمد أمام الخالق وملائكته، فاحمرت واصفرت وتململت وترنحت وتشققت وانفجرت، فحصلت الخليقة. ولهذا نحن الإيزيديون نحتفل في أول أربعاء من نيسان شرقي بعيد ميلاد الخليقة، وننون البيض بألوان الطبيعة 7 مثلما تلونت الدرة. وبعد ذلك بيومين نحتفل بعيد مهرجان الربيع للديانة اليزيدية، أول جمعة من نيسان شرقي توافت الشيخ محمد شرف الدين في بعشيقة على غرار أجدادنا البابليين، مهرجان بابل. وهذا المهرجان في الربيع والطوافات يرمز إلى زيارة الباشا القائد الديني الرمز إلى الخاسين والصالحين والأولياء في مقامهم المقدس. والخاسين هم خواص الشيخ عدي عليه السلام، أي خاصيه الذين يتبعون الشيخ عدي في طريقته الطريقة العدوية في توحيد كلمة الله جل جلاله. وبعد طوافة الشيخ محمد في بعشيقة تتسلسل الطوافات في المناطق والقرى الأيزيدية حتى نهاية شهر نيسان شرقي، وهو شهر الخاسين والملائكة والصالحين، ولا يجوز التزاوج
في هذا الشهر المتميز